جو معلوف، اهلا. فينا نسألك 10 أسئلة على السريع؟ 20. كأنك مغير رايق أكتر؟ هي الحياة بتعلمك. بطل في خناقات ولا مشاكل ولا انفعالات؟ لأنه اللي بيشوف مشاكل الناس وحجم مشاكل الناس بصير يحس حاله سخيف قدام مشاكله اللي على التلفزيونات ومع زملائه. تخلوا عنك تقريبا كل منتجي برنامجك، على القليل 2، بعدك مكمل بلاهم؟ مين قال لك اني تخلوا عني؟ مين قال لك مش انا تخليت عني؟ اف هالقد؟ لا انا عم بسال، عم تقولي تخلوا عنك، عم شو عرفك انه هن تخلوا عنك عني؟ الا اذا انت حكيتيهم وقالوا لك انه تخلوا عني. لا تيكونوا 2 فلوا، يعني المشكله مش منهم، المشكله منك. مثل 10 والمشكله منه، مضبوط. لانه انا حدا كثير بيرفكشنست بفتش على المثاليه، واللي ما بيشبهني ما في يكمل معي وما بقدر ضل محلي. بحب اتقدم. شو حلو. مين متحمل الثاني اكثر اليوم، انت او ال BCI؟ بيناتنا، هن ما بيشكوا من شيء وانا ما بشكي من شيء. نعم. عم بتروح على المواضيع الإنسانية أكثر ببرنامجك، هيدا نضج أو إفلاس؟ هيدا قرب من الواقع بهيدا البلد، لأنه أنا لما بدور حول نفسي وما بوصل لنتيجة بحس حالي فت بالملل بالروتين. بالسياسة ما في نتيجة بالبلد، بالفساد ما في نتيجة ضئيلة جدا. بينما مع الإنسان لما تشتغلي مع الإنسان 1 to 1 توصلي لحل وبتوصلي لنتيجة، وهذا الشيء بيعطيكي satisfaction، بيعطيكي اكتفاء، وبيعطيك هيك متعه في الشغل. نعم. الى خدمه نتيجه. ابسوس بتقول برنامجك هو نمبر 1 كل اسبوع، بس مش هيك بقول دايما تويتر. بالعكس، تويتر بيقول انه برنامجي نمبر 1 كل اسبوع. في برامج ثانيه ترندنج؟ لا بس مش نمبر 1. نمبر 1 على طول، عندنا اياهم كلهم بسكرين شوت موجودين. والاكثر من هيك لما عملوا ابديت تويتر من جمعتين او من جمعه اختفوا كل البرامج، وفرق عدد التويت عندي، طلع 3 تويت بالحلقه اللي من بعد 2000. يعني عم بتقول انه في تغريدات مشترك، صح؟ ايه طبعا. كل اكونت فوتي على هاشتاج البرامج، كل اكونت ما عليه صوره وبيخلص بارقام 1 5 7 9 كذا، هيدا كلهم فيك اكونت، هو ما بتشوفون عنا. واذا بيجي كم واحد منهم عنا بلحظه بيعملوا لهم ريبورت فريق العمل تبعي لتويتر لبرا، فيعملوا لهم بان لهول الاكونتات، لانه احنا ما بنكذب احد. حلو كثير. كأنه في صداقة مستجدة مع نشان؟ ولا مرة كان في خلاف حتى تكون صداقة مستجدة أنا ونشان، بس يمكن الناس ما بيعرفوا إنه بنلتقى كل أسبوع أسبوعين مرة، وعندنا كثير أصدقاء مشتركين وبنسهر مع بعضنا وبنلتقى بالأفكار. بس يلي جمعني أكثر بنشان هيدا الموسم أو هيدي السنة هو تعاطي نشان بالقضايا الاجتماعية وكيفية تعاطيه هو وتوني سمعان مع كل هيدي القضايا. أنا من الأشخاص يلي عن جد السنة عم تابع نشان وعم بحترم كثير شغله وعم بحترمه كشخص أكثر وأكثر. نعم. أنا هيك أو أحمر بالخط العريض كل 4؟ السنة أنا هيك، فما أكون كذاب، أنا ما بعرف كلمتي. مع إنه إحصاءات إبسوس ما بتقول هيك أبداً. مش ضروري على طول اللي انا بيعجبني يكون هو بالاحصاءات نمبر 1، حسب واحد هو شو بيشده. نعم. طيب منا وجرنا لليله الثلاثة، لانه زهق يكون نمبر 1 التنين وحب ينسحب على باقي ايام الاسبوع، برايك؟ ما بعرف شو السبب، واذا لاحظت حتى اني ما حكيت بالموضوع، يعني ما ولا جبت سيره هذا الموضوع. ليش؟ لانه ما بعرف شو السبب، وما بحب بمحل معين مثل ما بيقولوا الواحد ينطر ليصطاد ليلقط الشغله ويطلع على تويتر ويقول ليك هربوا ولا فلوا ولا. انا ماني يعني ما بعرف السبب الحقيقي وما بحب. طب على القليله انت ارتحت؟ بالعكس، كيف يعني ارتحت؟ كانوا منافس قوي. ما كنت فيها منافسه. لا فيها المنافسه مش موجوده. طيب كنت تواضع. كأنك تصالحت مع الوزير الياس بوصعب وجبران باسيل، شو كان الطلب بالمقابل؟ ما كان في ولا اي طلب. اول شيء التقينا انا والوزير الياس بوصعب من شهر ونص، هلا ما بيعرفوا الناس، التقينا باحدى السهرات وبعفويتي انا رحت لعنده وانا بوسته وانا قلت له انه انت صديق وبتضل صديق وانت وقفت حدي بكثير من المراحل كصديق مش كوزير، ونحن اصحاب قبل ما يكون وزير، وقلت له مش مفروض نضلنا مختلفين ومتخاذلين. بالنسبه اللي صار السنين، اجى ظرف معين بتعيين جو رحال اللي هو وزير رابط صلبي مستشار للوزير جبران باسيل. انا مثل كل الناس لقيت هذا الخبر، بس تعرفت على جو رحال على السوشيال ميديا، حضرت فيديوهاته، كثير اثر فيي وكثير احترمت اللي عمله الوزير جبران باسيل، كثير مش شوي.
وبالنسبه لإلي هيدا اللي عمله، انا قلت بالريبورتاج اللي انا عديته، قلت بعتقد ما بعرف شو استعملت الكلمه، اشرف او انبل او شيء مع. فانا بالنسبه لإلي واجباتي لما بشوف هيك خطوه عملها وزير بالحكومه اللبنانيه اني ضوء عليها واطلب انها تتعمم، وما في شيء بالشخصي. لما بده يكون في شيء بالشخصي إيه؟ ما بنقدر ما نتلقف هيك خطوه ونضوي عليها بالبرنامج. لبل انا رحت ابعد من هيك، ابعد من اني ضوي على خطوه الوزير جبران باسيل، رحت ابعد من هيك وبعد تصرفي بعد حالي بتصرف مستشاره. صحيح. برنامجي بتصرف مستشاره، وعم نعمل ايفنت بجراند فاكتوري، بعد حنعمل اكثر من هيك من انت شركتك ومع الوزير الياس بوصعب. الوزير الياس بوصعب اول طاوله بالايفنت كنت عم بحكي انا وياه وجو رحال قبل الحلقه، وخبرناه عن الخطوه اللي انا عاملها مع جو، قصه الايفنت اللي هو برعايته لجو رحال. قال لي بتقول له لجو ولا فريق عملك بحطوا اسمي انا اول طاوله رح احجز دعما لجمعيه جو رحال لذوي الاراده. يعني فينا نقول مبروك المصالحه. مش هلا صارت المصالحه، قلت لك كيف صارت بس جديا هلا عم تتفاعل اكثر. طب انا والله ليك ما بدي اعطي، انا بالنسبه لي الوقت كفيل انه يبرد كل شيء. لما يكونوا الناس بحبوا بعضهم وما في نوايا سيئه، وانا بعرف انه الوزير اسمه صعب يعرف اني انا بمحل معين بعرف بهذا الخلاف اللي صار، هو تحمل شو بيقولوا ثلثين المشكل. نعم. بس كمان بمحل معين لازم انه الوقت يخلينا، حتى انا النضج يلي صرت فيه، حتى نضجي اعلاميا، انه الواحد يتدارك انه في امور ممكن يكون صار فيها خطا بالسابق، في امور ممكن تكون مرقت، في معلومات ممكن تكون مغلوطه بمحل معين. لا، الكبير هو يلي بمد ايده للاشخاص اللي بدهم مصلحه البلد. فمعلش نحن بالنهايه بدنا مصلحه هذا المجتمع. باتريسيا، المعاناه اللي عم نشوفها كل يوم بتخلينا نحس حالنا كثير صغار بين كل هالانواع من المشاكل. بالفعل. بطلت قواتي بهالحاله؟ مش انا امتى كنت قواتي؟ كنت اكثر مقرب من القوات اللبنانيه. انا مقرب من الكل، انا مقرب وبعيد بنفس الوقت. يعني انا اليوم كنت مقرب من مثلا صديقي وخيي من الحمرياشي من 15 سنه لليوم، ايه، لوقت ما طرحت ملف له علاقه بفساد عم ينظر فيه القضاء، له علاقه بمدير عام بالجمارك، وكشفوا عن سريتها المصرفيه، وهيدا الملف عم ياخذ مساره القضائي. صار واضح كثير منيح الارتكاب اللي عملته. طلع الوزير من الحمرياشي بعشاء للقوات بيقول المثال لافضل موظفه هي فلانه. هون انا زعلت، لانه الحمرياشي بيعرفني انا ما بشتغل سياسي. نعم. بتمنى منه انه ياخذ الملف ويسمع وجهه نظري قبل ما يبنوا هذا الموقف، بس موقفه كان سيء. حسيت حالي انا انبقرت، يعني هذا عم بشكك كان موقفه بمصداقيته، هذا اللي زعجني. هذا نعم. ما بيعني لاني انا قواتي، لاني انا عوني، لان انا مش منتسب لاي حزب. بس انا بصراحه باتريسيا، كل وزير او كل سياسي او كل حزب بيعمل خطوه حتى بتشبه برنامج بمد ايده دغري. حلو كثير. رح نبعد شوي عن السياسه، مين محبوب من الناس اكثر؟ هشام حداد او عادل كرم برايك؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف. انا بعرف يعني بعرف ناس بيحبوا هشام، بعرف ناس بيحبوا عادل، وبعرف ناس بيحبوا اثنين. ناس بده يكونوا بيحبوا فلان او عرفتي؟ انت مين بتفضل تحضر اذا كانوا بنفس الوقت برامجهم على التلفزيون؟ هلا بطلوا، قبل مين كنت عم تحضر؟ طيب فينا نخمن، لانه هيراسكوب هي راعي لبرنامج هشام، فينا نخمن انه بتحضروا اكثر؟ لا بحضر الاثنين، والله العظيم بحضر الاثنين. هلا انا اليوم صار البرنامجين مختلفين، يعني انا اذا صار فيك تحضر الاثنين بسهوله. نعم، فيني احضر الاثنين. ايه صار فيني احضر، خصوصا انك عم تاخذ الاغاني اكسكلوزيف من بيت الكل لاذاعتك كمان. مش اكسكلوزيف، لا، اغاني من عند هشام اكسكلوزيف، من بيت الكل بيوزعوا للكل. انا ليك الاستراتيجيه تبعي مش مثل ما بتصير عاده، يعني مش يعني اذا انا عندي اذاعه او انا بالان بي سي لازم عادي كل اللي بالام تي في ولا العكس. انا بالنسبه لي بفصل شغلي بالاعلام المسموع وعلى السوشيال ميديا وبارائي الشخصيه والخاصه ببرنامجي اللي على التلفزيون، وما بقدر حدا يفرض علي لا شو احضر ولا كيف اعبر عن رايي. نعم نعم. افرض على غيري، يعني انا مثلا في زملاء لإلي ما بيحضروني لإلي حتى اوقات بنفس المحطه وبدوروا على برامج مناسبه لإلي. للاسف على فكره، للاسف. جو خلصوا 10 اسئله سريعه، بس عندي سؤال اكسترا لانه معنا جو معروف لازم يكون في سؤال اكسترا. صحيح هيدا اخر موسم من هوا الحريه على ال بي سي اي؟ لا، هيدا اخر موسم بعقدي بكونترايتي. انا يعني انا بيخلص عقدي باخر هيدا الموسم،
هذا نعم. ما بيعني انه هذا اخر موسم لهوا الحريه. ممكن جددوا. ممكن كل شيء ممكن. نعم. وهلا بلش فكر، هلا بلشنا نحن بمرحله بس مش على غير محطه. وين رح نروح؟ تشبهك الLBC هالقد؟ تشبهني كثير صراحه. تشبهني كثير، بس انا كمان بمحل معين عندي بلان لقدام لا اقدر استمر ولا اقدر اتقدم، لانه هلا انا السنه لمست انه بدي انقل البرنامج وانقل جو معلوف على مثل ما بيقولوا درجه اعلى او على مرحله اعلى. شو معقول تكون؟ وبعتقد المحطه يلي انا فيها قادره تستوعب اللي انا عم بطمح له يعني. نعم. لانه هذا الشيء بين بالنتائج السنه، لانه السنه هو اصعب موسم والاحصاءات بين انه هذا السنه بالنسبه لي هو انجح موسم كان. انا نعم. بعترف انا بانجح موسم عنده لحقيقي. شو بدك توعدنا بعد جو على المستوى الانساني؟ بدي اوعدك انه الشهر الجاي في ايفنت كثير كبير بالبلد مع رعايه سياسيه كثير كبيره برعايه احاديثيين كثير كبار، رح يتم تعييني بمنصب ما رح اعلن عنه هلا، بس هيدي اول مره بحكي عن هذا الموضوع، بمنصب انساني اجتماعي كبير جدا. واو. وبيحملني مسؤوليه كثير كبيره. واو. رح ننطر ونشوف شو هو المنصب، ومن هلا بنهنيك عليه جو معلوف لانه بتستحقه. مثيلة لك على 10 اسئله، كنا بدنا اياهم سريعين بس معك مستحيل يكون حوار مقتضب وسريع. بيحاوروا، ما انت اذا انت وقت تشرحي بيحاوروا لك حكي. بالفعل، بس بكل الاحوال انت كنت حدا مثير للجدل بعدك، بس انا باكد لك انه في كثير ناس بلشوا يلاحظوا يمكن من الموسم، من اخر الموسم الماضي اذا مش قبل شوي، انه جو معلوف مختلف هيك، رايق اكثر، ناضج اكثر، حكيم اكثر، بطل حدا يشتري المشكل اكثر يعني. لا لانه بيجيبوا نتيجه اكثر لما تكون رايقه اكثر. ما هيك. ميرسي كثير جو معلوف، ميرسي على وقتك. باي باي. بس تحكي بصراحه